رومان رينز البيج دوج. رومان رينز زمان كان في شخصية الفيس البيج دوج. كان بيساعد كل الناس، مش محبوب نهائي من الجمهور. حتى الألقاب ما بياخدش أي لقب. حتى لقب الولايات الجمهور مستخسره فيه. الرويال رامبل اللي كسبه في 2015 الجمهور رافض تماما فكرة فوزه بالرويال رامبل. النهاردة قصتنا مش على رومان رينز نهائي، قصتنا على البلود لاين، وازاي رومان رينز اتحول من بيج دوج إلى أعظم بطل كوني في تاريخ ال WWE، الترايبال شيف رومان رينز. وايه اللي خلاه يعمل بلود لاين، وليه رجع بالشخصية دي، وليه برضو اختار جاي وجيمي وسولو سكوا، وليه دخل سامي زين. النهاردة قصتنا من بيج دوج ما بيعرفش يتكلم على المايك إلى ترايبال شيف محبوب الجماهير على المايك. محبوب الجماهير أيوة، بس بالشخصية الهيل. دخل ولاد عمه جاي وجيمي أوسو الأوسوس، وساعدوه في الفوز بكل حاجة. أولا جاي في الوقت ده كان شخصية مكروهة جدا، لأنه كان مع جيمي وعاملين تاك تيم. ودلوقتي هو المين ايفنت جاي أوسو محبوب الجماهير. جاي ساعد جيمي كتير وجيمي ساعد جاي كتير. جيمي كان برضه شخصية مكروهة جدا، كان مع اخوه جاي فازوا بألقاب التاج تيم للرو وسماك داون. ورومان فكر في انه يضمهم، ضم جاي وجيمي لصفه، بس في الاول الاصابة كانت لجيمي. جيمي كان مصاب الاول وبعد كده رجع وعملوا بلود لاين. رومان رينز ساعدوه في انه ياخد حزام اليونيفرسال، وهو ساعدهم وأمرهم بإن هم ياخدوا أبطال التاج تيم لسماك داون. شوية شوية وقال لهم بالأمر إنهم يروحوا ياخدوا أبطال التاج تيم للرو من راندي أورتن ومات ريدل. وفعلا خدوهم، وهم دلوقتي عصابة البلود لاين، أقوى عصابة في تاريخ الدبليو دبليو اي. مش هنشوف زيها طبعا، لأن العصابة دي مش هيجي زيها نهائي. عصابة البلود لاين جاي جيمي رومان رينز سولو سكوا دمروا كتير من المصارعين مثل كينج كوربن ودرو ماكنتاير دولف زيجلر كان عامل معاهم عداوة في وقتها، ودانيال براين كان في عداوة في وقتها برضه، وإيدج كان مع عداوة مع دانيال براين ورومان رينز واللوتشادور ري ميستيريو. وبرضه جولدبرج هو اللي كان منافس رومان رينز، والجريتست اوف اول تايم جون سينا وفين بالور وبروك ليسنر في سمر سلام وفي راس المانيا. فكر بعدها في انه يتوسع ويضم سولو سكوا. في ظهر سولو سكوا مع درو ماكنتاير في كلاش ان ذا كاسل 2022، وساعد رومان في انه يكسب وانضم للبلود لاين. وبقوا البلود لاين اعضاء مهيمنة في تاريخ الدبليو دبليو اي، وبقوا 4 اعضاء: رومان جاي جيمي سولو سكوا، وطبعا بول هيمان الوايز مان لرومان رينز. رومان رينز بعدها كسب بروك ليسنر، وفكر في انه يوحد الألقاب. وتوحيد الألقاب بعد فوز راندي أورتن وكيفن أوينز وكودي رودز و ال اي نايت، ودول المصارعين اللي دمرهم رومان رينز وسولو سكوا. بعد كده سامي زين انضم لرومان رينز لأنه كان في عداوة مع كيفن أوينز، وانضم للبلود لاين. وبعد انضمامه للبلود لاين جاي رحب بيه جدا، ورومان رحب بيه برضه، ولكن تحس ان كان في شوية غدر من البلود لاين لسامي زين. وسامي زين كان محبوب الجماهير جدا في الوقت ده، يعني تقدر تقول كده هو احسن من البلود لاين كلها. في رويال رامبل 2023 سامي زين غدر بالبلود لاين، غدر برومان رينز لإنقاذ صديقه كيفن أوينز، لأن هما كانوا ملمومين عليه وبيضربوه، فهو أنقذه. وبعد كده في ريسلمانيا 39 سامي زين وشريكه كيفن أوينز فازوا على الأوسوس في ماتش جامد جدا جدا في تاريخ الراسلمانيا في أبطال للفرق. وفي نايت اوف تشامبيونز جيمي أوسو غدر برومان رينز لما كان رومان وسولو ضد سامي وكيفن على أبطال التاج تيم. ومن الوقت ده بدأ تفكك البلود لاين. جيمي غدر برومان، وسامي غدر برومان. ودلوقتي جاي في سماك داون اللي بعد نايت اوف تشامبيونز غدر برومان رينز وبقى مع اخوه جيمي اوسو، وتفكك البلود لاين.
بعدها في سمر سلام او ماني ان ذا بانك لاعب جاي وجيمي رومان وسولو سكوا، والماتش كان جامد جدا. روحوا اتفرجوا عليه على قناة الWWE. مع آه، الماتش كان جامد جدا طبعا. وفي الاخر اوسو سبلاش من جاي اوسو ويثبت رومان رينز 1 2 3 وفازوا عليه. وفي سمر سلام جاي لاعب رومان رينز على لقب اليونيفرسال، وكان ماتش جامد جدا وعنيف جدا من نوع ترايبال كومبات. ضرب جاي رومان بالكرسي ورومان ضربه، وفي الاخر جيمي غدر بجاي اوسو اخوه اللي جاي اصلا بقى معاه من البداية وبقى لوحده. وبعدها في سماك داون جاي اوسو اعلن ان هو خارج سماك داون، خارج البلوت لاين، خارج الWWE كلها. ومشى جاي اوسو لفترة كبيرة جدا، ورجع جاي اوسو في باي باك على ايد كود رودز، وبقى المين ايفنت جاي اوسو. وبكده تكون البارت الاول من البلود لاين انتهى. ولو عايزين الجزء التاني كل واحد يضغط لايك ويشترك في القناة، وانتظروا الجزء التاني في اسرع وقت ممكن.